رجعت البيت عند أمي وقعدت طول الليل مش عارف أنام. فضلت أفكر إزاي أتجوز الاتنين وأطلقهم. ده مش لعبة، ده حياة. والأغرب نظراتهم ليا كانت مش عادية، كان في مشاعر متلخبطة. تاني يوم صحيت من النوم لقيت خالتي بتتصل بيا. فتحت المكالمة، قالت لي عمر فكرت؟ قلت لها لسه يا خالتي، الموضوع كبير. قالت كبير ولا صغير؟ دي حياة بناتي ومستقبلهم، وانت الوحيد اللي هينقذهم. سكت وما ردتش. وبالليل وانا قاعد مع نفسي جاتني رسالة على الموبايل من رقم غريب، مكتوب فيها أنا محتاجاك، ما تسيبنيش. اتصدمت. مين دي؟ ندى ولا ريتاج؟ ولا ممكن تكون سارة نفسها؟ فضلت الرسالة قدامي وقلبي بيدق بسرعة. عرفت ساعتها إن اللي جاي مش سهل أبداً. تاني يوم رحت الشغل ودماغي لسه مشغولة بالرسالة. بعدها بكام ساعة جالي اتصال تاني من نفس الرقم. رديت، سمعت صوت ندى بتقول عمر أنا محتاجاك، ما تسيبنيش لوحدي. قلت لها ندى في إيه؟ قالت لي أنا ماليش غيرك، جوزي ظلمني وأمي حتى مش حاسة بيا. أنا حاسة إنك أنت الوحيد اللي ممكن تنقذني. قفلت السكة وأنا قلبي مولع نار. وبعدها بدقايق لقيت ريتاج بعتالي رسالة، أنا عارفة إن أمي كلمتك، بس صدقني أنا غير ندى، أنا محتاجاك أنت لوحدك. اتصدمت أكتر، الاتنين عايزيني. اليوم اللي بعده خالتي طلبتني ضروري في البيت. رحت عندها، لقيت الكل مجتمع، خالتي، سارة، ندى، ريتاج. خالتي بصت لي وقالت عمر لازم تاخد قرار، ومش عايزة الكلام يخرج بره البيت. حسيت إني اتحصرت في زاوية والكل مستني يسمع مني كلمة. بصيت لندى لقيت دموعها في عينيها. بصيت لريتاج لقيتها بتضحك بخبث، كأنها عارفة إني هختارها. ساعتها وقفت وقلت أنا عمري ما هعمل حاجة تغضب ربنا. أنا مش هتجوز محلل، ولا هتاجر بحياتي ولا بحياتكو. اللي اتكسر بينكو وبين جوازكو مش ذنبي، وأنا مش هكون ضحية. خدت نفسي ومشيت، والكل ورايا بينده، وأنا ما قلتش كلمة. رجعت البيت عند أمي، حكيت لها كل حاجة. قالت لي كويس إنك عملت كده يا ابني، إنت نجيت نفسك من مصيبة. ومن ساعتها قررت إني أبعد عن خالتي وبناتها وما ادخلش في مشاكلهم أبداً. الليلة دي كانت نقطة تحول في حياتي. فهمت إن مش كل حاجة لازم نوافق عليها عشان خاطر أهلنا. مرات لازم تقول لأ عشان تنقذ نفسك. المهم، طمنيني عليكي. ماما قالت لي إنك سألتي عليا كتير، خير محتاجة حاجة؟ قالت لي ثواني يا عمر، ونادت على سارة، هاتي الضيافة لعمر وتعالي سلمي عليه. قلت لها هي بنتك اسمها سارة ولا ندى؟ قالت لي انت نسيت اسم بنت خالتك؟ لا، دي سارة. دخلت سارة شايلة صينية عليها فاكهة وحلويات. مديت ايدي اسلم عليها لقيتها سحبتني في حضنها وفضلت تبوس فيا. قلت لها ازيك يا طنط، اخبارك ايه؟ قالت لي انا بخير يا حبيبي، انت عامل ايه؟ قلت تمام. راحت قايلة عمر كبر يا فاطمة وبقى راجل ما شاء الله، أنا فاكرة لما كنت بحميك. قلت لها الله يسامحها أمي، كانت سايباني لكل الناس تحميني. خالتي ردت وقالت لا ما تقلقش، مساوين العيلة والشارع كلهم حموك. قلت لها الله يطمنك، وضحكنا كلنا. قلت لها طمنيني يا خالتي، كنتي عايزاني في إيه؟ وهنا حكيت لي على المشكلة اللي قالتها، وقالت إنها مش عاوزة مخلوق يعرف إيه اللي هيحصل. قلت لهم طب هفكر وارد عليكم، أنا متفاجئ بس. ردت سارة وقالت بص، اسمع مني، هتاخد أجازة من شغلك أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهر، وتكتب كتابك عليهم وتاخدهم وتروحوا شقتي في راس البر، وأنا هروح قبلكم أجهز لكم الشقة. الشقة كبيرة، جناح كده وحمامين وأربع غرف، وأنا هجهز لكم كل حاجة، أكل وفلوس. تاخد يوم، تاخد أسبوع، تاخد شهر، براحتك، وترجع تطلقهم. قلت لهم طب ادوني فرصة أفكر وارد عليكم. خالتي قالت خلاص ماشي، بس خلي في دماغك إنك أملنا الوحيد. ردت سارة لو وافقت خالتك تحت أمرك في أي حاجة تقولها. قلت لهم حاضر. قمت أمشي وأنا فاتح الباب لقيت في وشي ندى وريتاج. بصيت لهم، اتصدمت، الاتنين واقفين قدامي في كامل زينتهم، لابسين لبس خروج أنيق وشكلهم متجهزين. ندى قالت
هو ده عمر؟ ريتاج ردت: أيوة، ده ابن خالتنا. قلت: إزيكم يا بنات، عاملين إيه؟ ردوا بابتسامة، بس نظراتهم كانت كلها كلام. دخلوا يسلموا عليا، وكل واحدة فيهم كانت عينيها بتلمع بشكل غريب. قعدنا شوية وبدأوا يسألوني عن حياتي، عن شغلي، عن عيشتي في اسكندرية. وبصراحة حسيت إن في اهتمام أكتر من العادي، وكأنهم كانوا مستنيين اللحظة دي. سارة قطعت الكلام وقالت: خلاص يا بنات، سيبوا عمر يرتاح شوية، وبعدين تكملوا سوالف. قمت وأنا دماغي مليانة علامات استفهام. هو أنا داخل على إيه؟ رجعت البيت عند أمي وقعدت طول الليل مش عارف أنام. فضلت أفكر إزاي أتجوز الاتنين وأطلقهم. ده مش لعبة، ده حياة. والأغرب، نظراتهم ليا كانت مش عادية، كان في مشاعر متلخبطة. تاني يوم صحيت من النوم لقيت خالتي بتتصل بيا. فتحت المكالمة، قالت لي: عمر، فكرت؟ قلت لها: لسه يا خالتي، الموضوع كبير. قالت: كبير ولا صغير، دي حياة بناتي ومستقبلهم، وانت الوحيد اللي هينقذهم. سكت وما ردتش. وبالليل وانا قاعد مع نفسي جاتني رسالة على الموبايل من رقم غريب، مكتوب فيها: أنا محتاجاك، ما تسيبنيش. اتصدمت. مين دي؟ ندى ولا ريتاج؟ ولا ممكن تكون سارة نفسها؟ فضلت الرسالة قدامي وقلبي بيدق بسرعة. عرفت ساعتها إن اللي جاي مش سهل أبداً. تاني يوم رحت الشغل ودماغي لسه مشغولة بالرسالة. بعدها بكام ساعة جالي اتصال تاني من نفس الرقم. رديت، سمعت صوت ندى بتقول: عمر، أنا محتاجاك، ما تسيبنيش لوحدي. قلت لها: ندى، في إيه؟ قالت لي: أنا ماليش غيرك، جوزي ظلمني وأمي حتى مش حاسة بيا. أنا حاسة إنك أنت الوحيد اللي ممكن تنقذني. قفلت السكة وأنا قلبي مولع نار. وبعدها بدقايق لقيت ريتاج دعتالي رسالة: أنا عارفة إن أمي كلمتك، بس صدقني أنا غير ندى، أنا محتاجاك أنت لوحدك. اتصدمت أكتر، الاتنين عايزيني. اليوم اللي بعده خالتي طلبتني ضروري في البيت. رحت عندها لقيت الكل مجتمع، خالتي وسارة وندى وريتاج. خالتي بصت لي وقالت: عمر، لازم تاخد قرار، ومش عايزة الكلام يخرج بره البيت. حسيت إني اتحصرت في زاوية والكل مستني يسمع مني كلمة. بصيت لندى، لقيت دموعها في عينيها. بصيت لريتاج، لقيتها بتضحك بخبث، كأنها عارفة إني هختارها. ساعتها وقفت وقلت: أنا عمري ما هعمل حاجة تغضب ربنا. أنا مش هتجوز محلل، ولا هتاجر بحياتي ولا بحياتكم. اللي اتكسر بينكم وبين جوازكم مش ذنبي، وأنا مش هكون ضحية. خدت نفسي ومشيت، والكل ورايا بينده وأنا ما قلتش كلمة. رجعت البيت عند أمي، حكيت لها كل حاجة. قالت لي: كويس إنك عملت كده يا ابني، إنت نجيت نفسك من مصيبة. ومن ساعتها قررت إني أبعد عن خالتي وبناتها وما أدخلش في مشاكلهم أبداً. الليلة دي كانت نقطة تحول في حياتي. فهمت إن مش كل حاجة لازم نوافق عليها عشان خاطر أهلنا. مرات لازم تقول لأ عشان تنقذ نفسك.